مساء الجمال عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض كفتة الحاتي بأسرارها وبجمالها، كفتة المطاعم بطريقة جميلة جدا وسهلة. زي ما حضراتكم شايفين انا هعملها على الالكتريك جريل، وهعمل معاها شوية خضار مشوي. زي ما حضراتكم شايفين جميلة جدا وسهلة، مش هتاخد معانا وقت، حاجة جميلة ونظيفة ومضمونة. لو حضرتك متوفر عندك شواية بالكهرباء، شواية بالفحم، طاسة، جريل، اي حاجة هتبقى جميلة جدا مع الكفتة. ادي كمان معاها شوية من الرز البسمتي مفلفل وجميل. زي ما حضراتكم شايفين الكفتة بتاعتنا ذهبي، لونها جميل، مستوية من جوه ومن بره، طعم وريحة حاجة اللهم بارك. انا هبدأ مع حضراتكم بالمكونات. انا خدت سكرين شوت من المكونات بتاعتي عشان محدش ينسى المكونات، وهبدأ معاكم واحدة واحدة بالطريقة. هنجيب بولة ونحط فيها الكيلو من اللحمة وعليهم ربع كيلو من الدهن. لو حضرتك متوفر عندك اللية مفيش اي مشكلة تضاف. بعد كده ده كيلو، نص كيلو من البصل المفروم مصفية منه المية، ربع كوباية من الفيجيتار ده بيتي انا عاملاه في الحلقات اللي قبل كده مع حضراتكم. البهارات بتاعتي جنزبيل بودر، توم بودر، بصل بودر، بابريكا، فلفل، قرفة، كزبرة، 7 بهارات. نحط المكونات بتاعتنا دي كلها على اللحمة والبصل ونقلبهم كويس جدا مع بعض جدا جدا. نفتح مسام اللحمة وندخل جواها البصل والبهارات هتتشرب كلها منها. بعد كده هحط معلقة من الملح. الملح طبعا زي ما حضراتكم عارفين كل واحد وحياءه، بس الحياء ده حلو جدا على كيلو اللحمة. السر الجميل بقى اللي هي معلقة البيكنج باودر. البيكنج باودر هيرفع لي اللحمة ويفتح المسام بتاعتها. زي ما حضراتكم شايفين بنعجنها جدا لحد ما تعمل معانا مادة ليفية كده بتظهر معانا، المسام بتاعتها كلها اتفتحت ودخلنا جواها البصل والبهارات والملح، اتحيقت كويس جدا. هنزل في اخر حاجة زي ما حضراتكم عارفين انا دايما بحب اخلي التوم المهروس في النهاية يحتفظ بريحته وبنكهته وبطعمه. انا هغطيهم يتبلوا كويس جدا مع بعض لمدة ساعتين. لو حضرتك مستعجلة ممكن نص ساعة، مفيش اي مشكلة. هبدأ بالرز البسمتي. انا هجيب بصلتين واقطعهم مكعبات صغيرة زي ما حضراتكم شايفين. الرز البسمتي طبعا سهل، سعره حلو جدا لان سعره خلاص مقارب من سعر الرز الابيض بتاعنا. لا ده حلو وبيزيد معانا. هنحط شوية حلوين من الزيت، تقريبا 5 معالق من الزيت. هنقلب فيهم البصل. من ميزات الرز البسمتي ان هو بيحب الزيت برضو الكتير، لان بينفش معانا فبيحتاج زيت. بعد البصل بتاعنا ما بيدبل بننزل بمعلقة من الثوم المهروس، هنقلبهم كويس جدا مع بعض زي ما حضراتكم شايفين الشكل. البهارات بتاعتنا بهارات الرز البسمتي: قرفة، عيدان قرفة، ورق لوري، ملح، قرفة، جنزبيل بودر، توم بودر، فصين من القرنفل، الكمون بتاعنا، كل المكونات بتاعه بهارات الرز البسمتي هننزل بيهم على البصل والثوم بتاعنا. هنقلبهم كويس جدا مع بعض لحد ما يتطعموا مع بعض. لو حضراتكم حابين ده الليمون بتاعنا بنحطه طبعا لان ده بيعزز طعم الرز البسمتي ويدينا مزازة. الليمون ده مهم جدا في الكبسة هو والقرفة. بنقلبهم كويس مع بعض. والرز ده انا نقعاه نص ساعة قبل التسوية وصفيته من المية بتاعته. لو حضراتكم حابين تحطوا مرقة دجاج مفيش اي مشكلة، بس انا عامة ما بحبش استخدمها كتير. المية بتاعتنا ده كيلو الا ربع من الرز البسمتي. انا مش هدي لحضرتك مقدار معين، انا عايزاكي تمشي معايا لحد ما عايزاكي تفهميه. يعني الرز البسمتي بياخد مية كتير، هتعبي الحلة كلها. غطينا سطح الرز، كمان اضيف 3 صوابع. انا كده المية بتاعتي خلصت اللي فوق. هوطي درجة الحرارة عليه جدا. بعد كده هبدأ بالمنقوع بتاعي اللي انا هطبع بيه الكفتة. دي مية البصل اللي انا خدتها من البصل اللي انا حطيته في الكفتة، معلقة من الصلصة. هنقلبهم كويس جدا مع بعض.
طبعا مية البصل دي هي اللي هتطري معايا الكفتة. انا بجيب الخلة وبقى الاول بمسحها بمية البصل والصلصة، وبعد كده هعجن الكفتة كويس جدا مع بعض. هحطها على الخلة بتاعتي واضغط عليها، ما احاولش اكبر اللحمة بتاعتي اكتر من كده لان هتيجي على النار وتفك مني. لكن لما بتكون الكمية بتاعتي متوسطة بتستوي كويس من جوه وما بتفكش مني ابدا. وادي الطريقة اللي حضراتكم شايفينها في التطبيع ده جميلة جدا. مية البصل هتخليها طرية جدا وهتديني لون ذهبي، علشان الصلصة هتديني اللون الذهبي، وكمان مش هتكش مننا لان انا حاطة معاها ربع كوباية من الفيجيتار. نفس الحكاية انا همسح الخلة بتاعتي الاول بالبصل والصلصة، وانزل عليهم على طول اطبع الكفتة. لازم مية البصل في ايدي تفرد معايا كويس جدا وتديني طعم وتديني لون. زي ما قلت لحضراتكم طبعا انا حاطه لها البيكنج باودر، هيخليها تنفش ومش هتبقى نيه من جوه. الكميه بتاعتي كلها كيلو، ده كيلو كامل من اللحمه. لو حضرتك متوفر عندك الليه طبعا مفيش اي مشكله، تدي طعم اجمل. ضاني برده مش هيقول لا. انا سخنت الجريل بتاعي وحطيت عليها شويه من الزيت، دهنتها بشويه من الزيت. هنزل بكميه اللحمه كلها الكفته، ادي كل الكميه بتاعتي. هنجيب ميه البصل والصلصه وندهنهم عليها كل شويه، يعني كل ما هقلب الناحيه التانية هحط عليهم الميه بتاعه البصل. انا كده قلبت كل 10 دقايق اقلب، كل 10 دقايق اقلب، يعني طبعا هي مش عايزين نسرع عليها درجه الحراره بتاعتنا. ممكن تستوي من بره لكن من جوه هتبقى لسه نيه محتاجه تسويه. لا، احنا ناخدها بالراحه وبتطلع جميله جدا بالطريقه دي وسهله جدا جدا ما فيهاش اي تعب. ادهن عليهم ميه البصل، طبعا هتطري عليهم الحراره هتبقى حلوه وهتبقى طريه جدا. انا اتمنى ان حضراتكم تجربوا الطريقه بتاعتي وتقولوا لي في التعليقات الطريقه طلعت ايه مع حضراتكم. انا دهنت الناحيه التانية بزيت وحطيت عليها شويه من الخضار بتاعي، فلفل، طماطم مكعبات، بصل مكعبات. هنخليهم طبعا مع بعض واتبلهم بميه البصل والصلصه. طبعا هتديلها نفس طعم الكفته، لان ميه البصل دي من الاسرار الجميله جدا للكفته المشويه والخضار المشوي، بتدينا طعم وبتدينا ريحتها جميله جدا. هنقلبها طبعا زي ما قلت لحضراتكم من جميع الاتجاهات علشان تستوي معانا. مخليه درجه الحراره هنا انا متوسطه، مش مزوده الحراره ابدا. حضراتكم برضو لو هتعملوها على الفحم تحاولوا تبعدوا اللحمه بعيد شويه من النار علشان تاخد تسويه، ما نخليهاش مباشره على النار. الاسياخ بتاعتنا تبقى عاليه شويه تستوي براحتها وتدي طعم جميل. زي ما حضراتكم شايفين انا موطيه درجه الحراره. نقلب فيها وندهن برضو الوش بتاعها بميه البصل. ميه البصل دي هي اكتر حاجه بتطري الكفته. زي ما حضراتكم شايفين انا عملت الكميه بتاعتي كلها. لو تاخدوا بالكم حضراتكم اللحمه ما كشتش، لان الفيجيتار برضو بيخلي اللحمه تحتفظ بالقوام بتاعها مش بتكش. في بعض انواع من اللحوم بتكش معانا. انا بقلب الخضار بتاعي البصل والطماطم، الحاجات دي طبيعيه جدا وجميله، حاجات في البيت. الخضروات والحاجات دي مهمه لاولادنا طبعا. ريحتها وطعمها بمجرد ما شايفين حضراتكم بالبخار طالع، كل ريحة البخار دي مع اللحمة ومع مية البصل والصلصة بتدي ريحة جميلة جدا. انا خلصت الكمية بتاعتي كلها زي ما حضراتكم شايفين. الريحة بتاعتها اللهم بارك جميلة. الريحة اللهم صل على سيدنا محمد، ريحتها جميلة جدا وطعمها حلو. كمان انا مقدماها مع الرز البسمتي بطريقته الجميلة. الكفتة نزلناها لونها ذهبي، ريحة وطعم. في العيد بإذن الله هتعتمدوها، مش هتعملوا غير الطريقة بتاعتي، جميلة جدا وسهلة. من جوه مستوية زي ما حضراتكم شايفين. المسام بتاعتها كلها طبعا متشبعة بالتتبيلة اللي احنا عملناها.
حاجة جميلة اللهم بارك. طبعا انا ممكن اكل الجريل كله لوحدي، ما عنديش اي مشكلة. ادي نفس الطعم طبعا جميل. وهقدمه مع الرز البسمتي المفلفل، اللون اللي حضراتكم شايفينه، والخضار المشوي، حاجة جميلة جدا. لو عجبكم الكفتة شاركوني واعملوا لي لايك وفعلي زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. سلام.